السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بصحة وسلام وأمن وأمان يا رب العالمين. اخباركم واخبار اولادكم واحبابكم واحفادكم ان شاء الله يا رب كلكم طيبين وبخير وصحة وسلامة يا رب. النهارده كده باذن الله معانا روتين لمة الحبايب ده. ان شاء الله كده يا رب يعجبكم، وتابعونا ان شاء الله كده ونورونا بتعليقاتكم ولايكاتكم. وتعالوا بينا نصلي على النبي الاول قبل ما نقول التحضيرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين، عليه افضل الصلاه واتم التسليم. النهارده كده باذن الله معانا هنعمل عجينه بيتزا. طبعا انا مش بعمل العجينه اللي هي تطلع صينيتين وثلاثه والكلام ده كله، لا. بتطلع بسم الله ما شاء الله، يعني كميات حلوه كده، لان على كد اللمه وكد لمه الحبايب وكده. يا رب ما يحرمنا يا رب لا من لمتنا ولا يحرمكم من لمة حبايبكم يا رب، اللهم امين يا رب، يخلي لكم حبايبكم جميعا يا رب. اول حاجه باذن الله كده كنت مغربله الدقيق ومجهزاه. حطيت دقيق وملح، وفرمت بصلتين حلوين كده في الكبه، نعمتهم. وبيره، حطيت قطعه بيره كده حلوه كده، يعني كده زي يمكن كد الليمونه صغيره كده، يعني حته صغيره كده. على حسب طبعا كميه العجين اللي قدامك يعني. وحطيت كد حتة زيت صغيرة في العجين، كد ربع كوباية كده صغيرة، عشان تبقى هشة وحلوة العجينة. وعجنتها حلو كده، ملكتها حلو، وبعد كده سبتها تخمر. بعد ما خمرت، على بال ما هي تخمر كنت انا بجهز الخلطة والحاجات. قطعت شطة تقطيع بحيث اني هرصها في البيتزا. والشطة الصغيرة دي اللي انا هعملها في الخلطة بتاعت اللحمة المفرومة. برضو قطعت البصلة وشوحتها بالزيت وسمنة، وبعد كده نزلت عليها باللحمة المفرومة، قطعتين اللحمة كده يدوب حلوين كده، يعني نايبين على رأي المثل. هم ضربتهم في الكبة وعملتهم. مش عندك لحمة كمان اعمليها بجبنة، اعمليها زي ما انت عايزة. يعني ساعات الواحد بنعملها عادي كده بدون لحمة، وبتطلع زي العسل. اهو تغيير عن الطبيخ وعن الحاجات التقليدية اللي احنا على طول بيها. الواحد بيمل الصراحة من الاكل يعني، فبيحب بين وقت والتاني يشكل وينوع. والعيال الصغيرة بتحب الحاجات دي، يعني تلاقي العيال الصغيرة تحب البيتزا والحاجات دي اللي زي كده، أحلى من الطبيخ والأكل وكده. ممكن العيل تديله منابه على الأكل ما بياكلهوش، لكن لما تدخلوه في بيتزا ولا في حشوات فطاير وكلام زي كده بيكون أحسن. قطعت حبة شطة وحبة طماطم برضو، وعملت الصلصة دي. كان واحدة طمطامة كده، يعني مش كتير، كده 4 طمطمات كده في الكبة، ورميت عليهم زريتين توم، وضربتهم حلو. وبعد كده قدحت الزيت وحطيتهم على النار استووا، وحيكتها بالتوابل، وحطيت لها حتة 7 بهارات للصلصة. وبعد كده كنت مجهزة طبعا الشطة والطماطم اللي أنا بزين بيها البيتزا، وقطعناها على طول، قطعتها في الصواني زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، رمت بركة يعني. دهنت الصواني حلو، وبعد كده بقطع واحدة واحدة، بعد ما بقطع بسويها كده، افردها في الصينية. وبعد كده بنجيب الصلصة بندهن بالفرشة، وبعد كده بنحط الطماطم، وبنحط الفلفل الأخضر اللي احنا مقطعينه تقطيع كبير شوية يعني. وبعد كده بنجيب اللحمة المفرومة، وبتحطي على طول كمان عايزة تخلي فيه باللحمة المفرومة وفيه بالجبنة، ماشي على حسب رغبتك يعني. انا كنت عاملة حسابي على كده، بس لقيت الخلطة بتاعت اللحمة حلوة يعني وكتيرة وكفت يعني، ورحت عملتهم كلهم باللحمة المفرومة. كانت بس ما اقول لكمش يعني طعمها جميل، الريحة بتاعتها وصل 7 جار لما دخلت الفرن. يا دوب عشان فيها بيرة، تحسيها بتخمر انت وبتسويها وبترصي الحاجات وكده بتخمر. بقيت ادوس عليها تاني، يعني اجي قبل ما ادخلها الفرن بقيت ادوس عليها تاني اسويها، عشان مش عايزة فيها عيش كتير كده من جوه. عايزاها حلوة كده وتبقى مش عالية، ما بحبش العالية تحسيها زي العيش، لا مش بنحبوها العالية. وبعد كده وعملت كمان كم واحدة كده ميني بيتزا صغير كده بيحبوه العيال برضو، عملتهم وطلعت طعمها زي العسل. وفي الشطة كنت حاطة شطة فلافل اللي هي السخنة خالص دي، وفي اللهم صل على سيدنا محمد، شطة اللي هي باردة. فبقيت احط من دي واحط من دي. الشطة اللي هو الفلفل، يعني انا بتكلم معاكم بطبيعتي على فكرة. بس والحمد لله يعني كانت طعمها جميل خالص خالص، تستاهل بقكم كده. وان شاء الله يا رب كده يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. ما تنسوناش بقى بالتعليق واللايك والاشتراك، وان شاء الله يا رب كده تكون فيديوهاتنا كلها تعجبكم.
واشوف وشكم على خير في فيديو جديد، ولا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله.